اتصال وزير الخارجية المصري بوزير الخارجية السوري، يعني كان هناك محور للكلام حول استقرار سوريا ووحدة أراضيها، وأن مصر تساعد سوريا في الوصول إلى هذا الهدف، وأيضا أن مصر تريد أن تكون سوريا بخير في كل الأحوال، وأن المواطن السوري يعني يكون هو أول من يدعم بلده ويقف بجوار بلده. ده شيء يعني يعني بيرد على كل الناس اللي قاعدة تقول لك انتوا مش عايزين الخير لسوريا، انتوا دي ناس كلها يعني أهل فتن وبس. لكن احنا عايزين، واحنا لما نقول ان السوريين يرجعوا بلدهم ده معناها ان احنا ما كناش عايزين خير لسوريا. بالعكس، يعني لما تقول الإنسان حافظ على بلدك وارجع بلدك، ده كان معناه ان احنا عايزين ان سوريا تقف على رجليها، لان محدش هيقف بجانب بلد الا اهلها، يعني بالتأكيد يعني. وبعدين انت لو انت يعني بتزرع الكره وتقول ان الناس مش حابين، المسألة مش مسألة حب. اللي بيحبك هو اللي بيحافظ على وطنك، هو اللي بيخليك تحافظ على وطنك ويساعدك. هو بيقدم، يعني مصر بتقدم ان هي يعني مع سوريا في جميع المراحل، حتى تقف سوريا. ودوت ده مش عشان يعني مصر، ده سوريا امنها القومي برضو. يعني اي دولة عربية محيطة بينا ده امن قومي لمصر، ومش من مصلحة مصر ان سوريا ينفلت عقدها او ينفرط عقدها زي ما بيقولوا يعني. فاللي بيطلع يجود ويقول لك مصر مش عايزة الخير لسوريا، لا، هو اللي مش عايز الخير لسوريا، هو منتفع من اللي بيحصل، او هو بيساعد بقى على خراب المنطقة وخراب سوريا. فيا ريت الناس تفهم الأشياء بمفهومها الحقيقي، وتبطل إن هي يعني تدي يعني انطباعات كده من الخيال. مصر وسوريا طول عمرهم كانوا يعني في تعاون بينهم، بس مش معنى كده ان مصر تتقبل اي اهانة من اي حد، او مصر يتقبل اي اهانة من اي حد. مصر لما فتحت بابها من 14 سنة للسوريين كانت برضه عشان تحافظ على سوريا، وعشان تحافظ على الوضع ما ينفرطش. فالاتصال بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السوري يأتي أيضا في هذا الإطار، هو الحفاظ على مقدرات الشعب السوري، وأن مصر كدولة كبيرة في المنطقة تستطيع أن تقف بجانب الشعب السوري في هذا التوقيت.